السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب، مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب عايز ابدأ بتصريح مهم جدا للكابتن شوقي السعيد. كابتن شوقي السعيد قال لك احنا جماهير نحس. طب لا، كابتن شوقي قال لك والله لان كل فرقة بتشجعها بتخسر قدام الاهلي. وهنا بنطرح تساؤل، طب ما جربتش كده ان انت ما تشجعش الفرق دي؟ ما جربتش؟ او الحاجة التانية، ما جربتش تصفوا النية؟ يعني هل ما مش حاسس كده ان الموضوع محتاج تصفية نية كده فالموضوع يمشي معاكوا والدنيا تمشي سهلة، ولا ايه؟ ولكن تمام، خليكم مكملين وخليكم كده حلوين. برضو محلات التيشيرتات بتسترزق، كل شوية تقلب في تيشيرت في تيشيرت في تيشيرت، وبالتالي في المحلات بتسترزق. اما الحاجة التانية فهي اعتذار. واحد يقول لي اعتذار من مين؟ اعتذار مني. تخيل انا اللي بغطي المفروض اخبار النادي الاهلي مقصر. واحد يقول لي لا لا ما تقولش كده، لا والله مقصر. تخيل انت امبارح مثلا احنا اتكلمنا على الماتش في فيديو بعد الماتش كده بشويه، تمام، بينما في واحد تاني، وانا هنا دي بقى غيرة الزملاء، في واحد تاني اعلامي يعني زميل، لا كان بصراحة كان مقطع نفسه امبارح وكان عامل شغل جامد جدا، وبصراحة تغطيته كانت الأروع. وعايز اقول لك حاجة، وانا هنا يعني لازم اديله الفضل. الراجل امبارح عمل كل حاجة احسن تغطية امبارح عملها. يعني بتتكلم في 10 حاجات، عامل 2 فيديو و7 بوستات، وده طبعا شيء ولو تعلمونه هو عظيم. وطبعا ده تفوق على كل الاعلاميين الاهلاويه وبدون استثناء. فلازم يا جماعه نشكر الكابتن خالد الغندور. الكابتن خالد الغندور امبارح كان بيغطي المباراه تغطيه متميزه جدا. يعني زي ما انت شايف كده بداها بتشكيل الاهلي لمباراه الترجي. ايه تاني؟ ثم بعد ذلك تابع معانا المباراه وقال لك هدف مضحك للاهلي في مرمى الترجي، هو حارس الترجي كان عايز يصدها ازاي. ايه تاني؟ ثم بعد ذلك نزل عليك بمبروك للاهلي والترجي، فريق اقل من العادي وبيلعب من غير حارس مرمى، الجون فاضي تقريبا. ايه تاني؟ ثم بعد ذلك الاهلي يضع قدما في نهائي دوري ابطال بعد الفوز. ايه تاني؟ ثم بعد ذلك الاهلي يبدع والترجي ضحكني والزمالك في خطر واللاعب ده مضى خلاص. ده كده اول فيديو. ايه تاني؟ ثم بعد ذلك مع وصول الاهلي للنهائي وانتظاره لصن داونز الوداد هنشوف نهائي قوي. ايه تاني؟ ثم بعد ذلك فيديو كمان، اللي عايز يفهم كوره يسمع. ايه تاني؟ وكمان قال لك انا قلت مبروك للاهلي، بلاش تقارن بالترجي عشان انا لعبت بدون جمهور، بدون الهوني الشعلاني شريفيه وبن عياد وبدون حارس، وانت صعدت بفضل اطهر الطاهر وبفضل 50,000 متفرج سمح لك بدخولهم، لو ناسي يعني انت محظوظ. ايه تاني؟ ثم بعد ذلك كان بيقول لك نقطه تحول في وصول الاهلي الى النهائي. ما شاء الله عليك، اللهم صل على النبي. 7 بوستات و2 فيديو على مباراة الاهلي والترجي، 7 بوستات و2 فيديو. ده امبارح بس. يعني لو انا يعني لو رجعت كمان يوم ولا النهارده كمان اشتغلت فممكن تلاقي الموضوع زاد. بصراحة انا غيران منك، غيران. الراجل غطى المباراة بشكل كبير جدا. معلش، انا برضو عايز اوصل لك رسالة بعد كذا الكلام ده كله. معلش. اما طبعا الكابتن رضا فطبعا كالعاده، يعني انت اي فريق بتلعب ضده يبقى ايه؟ انت كسبت يبقى ايه؟ فريق ضعيف بيشحت مش لاقي سيراميكا كليوباترا افضل منه، والكلام اللي انت عارفه ده بقى كلام بقى معتاد ومفيش فيه جديد وعادي جدا جدا جدا. طيب امبارح مارسيل كولر قال لك حاجه مهمه جدا. قال لك بدانا المباراه بشكل جيد ورجعنا في احراز هدف مبكر، ولكننا تركنا الكره للاعيبه الترجي، ولذلك وبعد ذلك تحدثت مع اللعيبه بين الشوطين على ضروره الهدوء والتركيز، وهو ما ظهر في الشوط الثاني. اتمنى تواجد الجماهير بكثافه في مباراه العوده امام الترجي الجمعه المقبله. قال لك الفريق لم يحسم التاهل وسندخل المباراه على انها مباراه الحسم. كل الكلام اللي في الاول ده كله ملوش اي لازمه عندي، ولكن اخر جمله هي دي اللي مهمه، اللي هو الفريق لم يحسم التاهل وسندخل المباراه على انها مباراه الحسم. دي تقول لي ان المدرب ده مصحصح
مش هيركن على النتيجه بتاعه المباراه الاولى، لان انت لو ركنت عليها كل سنه وانت طيب ممكن تخسر عادي جدا وتطلع بره البطوله، ولكن فكره ان انت هتخش المباراه على انها مباراه الحسم فده شيء ايجابي جدا. وطبعا خلينا ندي برضو الفضل لمارسيل كولر. مارسيل كولر مع النادي الاهلي الموضوع تغير بشكل كبير جدا، خلي بالك، ويمكن دي نقطه محدش واخد باله منها. فريق النادي الاهلي الحالي اللي موجود ده هو نفس الفريق اللي ناهي نهاية مأساوية درامية الموسم اللي فات. يعني هو خد فريق ثقة زيرو، إمكانيات زيرو، بينك وبين الجماهير زيرو، كل حاجة زيرو، اللهم صل على النبي، كل حاجة صفار. فالراجل ده خد فريق بمعنويات صفر، بفنيات صفر، بلياقة صفر، بكل حاجة صفر، انه يطور الفريق للدرجة ان انت بقيت دلوقتي خلاص نقدر نقول ان انت مرشح، مش عايزين نجزم بشكل كبير، مرشح ان انت تكون في النهائي للعام الرابع على التوالي. فده شيء ايجابي جدا 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 من مارسيل كولر. فده مدرب كويس، مدرب كويس وبيتعلم من اخطائه. يعني كان بادي مع النادي الاهلي بدايه قويه جدا، جه في كاس العالم بدا يخرف شويه، خلينا نكون واضحين، ثم بعد ذلك جت مباراة سان داونز ألم فوق الدنيا بعديها مشيت بشكل كويس جدا. كان مطلوب ألم يفوقوا يعرفوا ان لا الكرة مش فتحة صدر، انت محتاج ان انت تشتغل على حاجات معينة. الراجل من بعديها الدنيا اختلفت تماما، وبقى فريق النادي الاهلي فريق قوي جدا ومرعب جدا. فحاجة عظيمة جدا. وبدأ بداية الموسم ده بالفريق البالونة اللي عمالين ننفخ فيه انه اقوى فريق، اعظم فريق جامد جدا. اوعى يا جدع ده مفيش زيه تعالى يا جدع، خدناه في بطولة السوبر دب. ثم بعد ذلك البالونة برضو اتنفخت وقال لك معلش اصل السوبر اصل احنا مش عارف ايه، تعالى يا جدع مرة تانية في الدوري دب. ف ده حاجه. بعد كده قال لك لا والله الزمالك مش عارف ايه، تعالى بقى بيراميدز هو اللي بيكسبك، تعالى يا بيراميدز يا حبيبي في الدوري دب. تعالى كمان قال لك والله لا ده اصل الدوري وخطفت الماتش ومش عارف ايه، طب تعالى يا حبيبي في الكاس دب. لا لا والله اصل ماتش الكاس كان مش عارف ايه، طب تعالى يا حبيبي في السوبر دب. ف كل سنه وانت طيب، انت مع كولر ماشي بشكل كويس جدا، وكل اللعيبه او في لعيبه كتيره جدا مستوياتها اتغيرت بشكل كبير جدا. يعني خلينا نكون واضحين، الراجل طور من مستوى لعيبه كتيره جدا. يا حمدي فتحي ما بقاش اللعيب اللي هو بتاع زمان، اللي هو انت بتكتفي بانك تقول والله حمدي فتحي رجوله، ولكن دلوقتي حمدي فتحي رجوله واسيستات وجوان ومش عارف ايه، وعنصر مهم جدا ما تقدرش ان انت تستغنى عنه. ياسر ابراهيم اتطور بشكل كبير جدا، محمد هاني اتطور بشكل كبير جدا، كهربا اتطور بشكل كبير جدا، الشحات اتطور بشكل كبير جدا، متولي اتطور بشكل يعني اتطور بشكل كبير جدا. انت عارف لما تكرر حاجه ورا بعض كذا مره ما تبقاش حلو. المهم محمد عبد المنعم برضو نفس الكلام، تاو اللي جايبه اصلا بيتسو موسيماني، تخيل هو بيلعب تحت مارسيل كولر افضل من لما كان مع بيتسو موسيماني اللي هو المفروض الاب الروحي بتاع عمنا بيرسي تاو. فانت تاو دلوقتي شايفه بشكل مختلف تماما عن ايام بيتسو موسيماني. مروان عطيه طبعا والتطور الرهيب اللي حاصل في مستواه والثقه اللي هو واخدها والاداء القوي جدا اللي بيقدمه مع النادي الاهلي. وبالتالي كل دي حاجات الراجل طورها، كل دي حاجات الراجل عملها بشكل كويس جدا، فحاجات مهمه جدا. طيب بعثه النادي الاهلي، خلينا نكون بقى واضحين ونرجع تاني للنادي الاهلي. بعثه النادي الاهلي وصلت خلاص، وفي راحه من التدريبات اليوم، مفيش النهارده تدريبات، واحتمال كمان بكره ما يكونش فيه تدريبات، وبعد كده تبدا تستعد لمباراه الترجي. بعد مباراه الترجي انت عندك يعني شويه ماتشات كتيره جدا في الدوري، عندك كام ماتش بقى شغالين، واتمنى ان احنا ننجزهم. واحد يقول لي يعني ننجز الماتشات دي، لان دي بقى خلاص 3 ماتشات الجايين دول كسبتهم كل سنه وانت طيب بتاخد بطوله الدوري كمان، يبقى خدت بطوله الدوري وبتاخد بقى بعد كده ان شاء الله نشوف موضوع بطوله افريقيا ان شاء الله يعني ايه نحسمه هو كمان. من ضمن الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها ان محمد علي بن رمضان طبعا احنا من ساعه لما فتحنا القناه دي واحنا ما بنتكلمش غير على محمد علي بن رمضان. يعني انا بتكلم هنا على 2، محمد علي بن رمضان وموليكا. بس موليكا مؤخرا ما بقتش اتكلم عليه لانه حاسس ان هو بقى مش احسن حاجه دلوقتي، ولكن محمد علي بن رمضان هو ده بقى اللي انت نفسك يجي النادي الاهلي، خصوصا لما تبقى عارف ان حمدي فتحي عنده عروض وعنده عروض قويه جدا. فانت يبقى افضل حاجه تيجي مكانه هو محمد علي بن رمضان، مش امام عاشور والهاتي ده، لا انت تروح لمحمد علي بن رمضان مبدئيا كده لاسباب كتير. محمد علي بن رمضان فري،
العقد بتاعه كمان شهرين بالظبط هيخلص. ففري، لعيب فري، وطبعا امكانيات حدث ولا حرج. يعني تعالى مثلا كده نتكلم في السنه دي هو في بطوله افريقيا لعب 10 مباريات، جايب 3 اجوان، ده خط وسط. دوري التونسي لاعب 17 ماتش، جايب 8 اجوان واسيست. كاس تونس لعب ماتشين، جايب جونين. يعني لعيب مؤثر جدا، لاعب 29 ماتش السنه دي، 13 جون وعامل اسيست. فطبعا حاجه عظيمه جدا، امكانيات جباره جدا محمد علي بن رمضان. ده القطعه اللي ناقصه في النادي الاهلي، ده يجي مع مروان عطيه بقى ومش عارف ايه، يا نهار اسود، هيبقى عندك خط وسط حديدي، هيبقى عندك خط وسط قوي جدا وفعال جدا وهجوميا خطير جدا، مش بس دفاعيا لا كمان هجوميا هيبقى خطير جدا، وبنى اللعب هيختلف بشكل كبير جدا وهيبقى افضل بشكل كبير جدا. وبالتالي انت محتاج واحد زي عمنا محمد علي بن رمضان، اللي بقول لك انه فري جدا. يا مجلس اداره النادي الاهلي، يا كابتن امير توفيق، محمد علي بن رمضان بقى وننجز. محمد علي بن رمضان اهو والله فاضي وفري. بعد يقول لي طب ما هنجيبه مكان مين يا عم؟ بمشي اي اجنبي فاكسان، ما انت عندك مثلا واحد زي سافيو مثلا، مشي يا عم، مشي سافيو وهات لنا بن رمضان، بس موضوع بسيط جدا. فمحمد علي بن رمضان خلي بالك، كولر كان مركز عليه برضو امبارح يعني، او متابعه، لان في كلام ان انت بص لنا كده طبعا اللاعب ده ايه رايك فيه، فالناس برضو ايه مركزه معاه. اتمنى ان احنا نخلص صفقه بن رمضان، لانها صفقه قويه جدا وصفقه هتكون تقيله جدا في النادي الاهلي. زي ما بقول لك هتنقل فريق النادي الاهلي نقله كويسه. لو انت خدت بالك هو محمد علي بن رمضان هو الترجي التونسي من الاخر، قفلت على محمد علي بن رمضان كل سنه وانت طيب، مفيش ترجي. وبالتالي فمحمد علي بن رمضان يا مجلس اداره النادي الاهلي. بس كده، سلام عليكم.